قديسة النهاردة هي القديسة أوجينيا العذراء الشهيدة. قديسة جميلة جدا وشفيعة لشفاء الأمراض. تعالوا نعرف قصتها سوا. اتولدت القديسة أوجيني في روما سنة 280 ميلادية، وكان باباها اسمه فيلبس، من الناس العظام جدا في البلد، وكان مشهور بحسن الإدارة. لكن كانت الأسرة دي وثنية بتعبد الأصنام، وده كان في عهد فاليريان الإمبراطور اللي كان بيحب فيلبس جدا، وكان حابب ان هو يكرمه، فراح بعته لاسكندرية وخلاه والي عليها. اخد معاه مراته وولاده، وكان من ضمنهم بنته اوجيني. ووصلوا لاسكندرية واشتغل هناك، ودخل بنته مدرسة اسكندرية المشهورة، وتعلمت تعليم عالي جدا، وتعلمت مبادئ الفلسفة والعلوم، وكانت دايما عايزة تاخد زيادة عن العلوم دي في كل أنحاء اسكندرية. وكل ما تقابل حد تسأله عن كتب الفلسفة والمنطق، وسمعت عن الكتاب المقدس اللي المسيحيين بيقروا فيه، فأخذت جزء منه، والأجزاء دي كانت في رسائل بولس معلمنا الرسول، فأعجبها جدا، وطلبت تاني إن هي تقراهم كلهم. فقلبها نور وعقلها، وبدأت تقرا في باقي الكتاب المقدس كله، فراحت قرت الأناجيل المقدسة وأسفار العهد القديم. فاشتغل الروح القدس جواها وخلاها تؤمن بالمسيح، واتمنت إن هي تنال سر المعمودية وتبقى مسيحية. فباباها عرف الكلام ده وغضب جدا، وهددها بان هو هيحبسها في البيت لو هي مرجعتش عن معتقدها الجديد. لكن هي قدرت تهرب من البيت، ولبست لبس زي الرجالة، وراحت لأصحابها المسيحيين اللي اتعرفت عليهم في مدرسة اسكندرية، وكان من ضمنهم خادمين قديسين، كان واحد اسمه برونز والتاني اسمه هيسنس. فراحوا أخدوها لقديس هيلينيوس، كان أسقف هليوبلس، فامتحن إيمانها وعرف قد إيه هي ثباتها قوي وإصرارها على إن هي تبقى مسيحية حتى لو تعرضت للتعذيب أو الموت. فراح عمدها وباركها وناولها من الأسرار المقدسة، وبعتها لمكان منفرد عشان تقدر تقرأ أكتر في الكتاب المقدس اللي هي حبته جدا، وتصلي صلواتها من غير ما حاجة تعطلها. ربنا ادى القديسة أوجيني موهبة شفاء الأمراض، وانتشر خبرها في كل اسكندرية، وكان بيروح لها ناس كتيرة جدا، وكان عندهم أمراض مختلفة، وما كانش حد يعرف لغاية الوقت ده إن هي واحدة ست. فالشيطان اتغاظ جدا، وراح بعت حد من العساكر الرومان، راح قبض عليها بحجة إن هي بتبشر بدين غير مسموح بيه، وإن هي بتحتقر الآلهة والأوثان. وراحوا رموها في السجن، وبعدين قدموها للمحاكمة. وكانت المفاجأة إن هي اتحطت قدام والدها، لأن هو كان حاكم اسكندرية في الوقت ده، واللي معرفهاش لأنها كانت لابسة زي الرجالة بالظبط وملامحها متغيرة. وابتدى والدها إنه يقرأ عليها أسباب حبسها ويناقشها في كل الأمور اللي اتقالت عنها. وكانت أوجيني في صراع، أقبل الموت بفرح على اسم المسيح، ولا اهتم بخلاص والدي من عبودية الأوثان. لكن هي فضلت إن هي تعلن لوالدها عن نفسها، فطلبت إن هي تقابله على انفراد عشان تجاوبه على كل أسئلته. فراح أمر الوالي إن القاعة كلها تفضى والناس كلها تخرج، وبدأت أوجيني تقوله عن نفسها وإن هي بنته، وعرفته. فرح جدا والدها لأنه كان فاكر إن هي ماتت أو حصل لها حاجة. راح أخدها البيت وسألها عن كل اللي حصل لها، فأعلنت لهم عن إيمانها بالمسيح، وإن هي ما تقدرش تعبد الأحجار اللي لا بتنطق ولا بتسمع ولا بتشوف. وفضلت تكلمهم عن إيمانها من الكتاب المقدس من ساعة خلق آدم وحواء لغاية تجسد المسيح اللي أخد صورة الإنسان وخلصنا من عبودية الشيطان. وفضلت تكلمهم كلام كتير جدا بكلام النعمة من أقوال معلمنا بولس الرسول. فباباها امتلى من الروح القدس، وراح معاها للقديس هيلينيوس أسقف هليوبلس، وعمدهم هو وأهل بيته. وكان في فرح عظيم في الشعب، ومجد الجميع الله. ما قدرش والدها فيلبس إن هو يجمع بين خدمة الإمبراطور الوثني وخدمة يسوع المسيح، فقدم استقالته وروح الكنيسة، وكرس حياته لخدمة المحتاجين والفقراء. وكان كل الناس بتمجد الله اللي خلى الحاكم الوثني يبقى خادم مكرس في كنيسة المسيح. فاختاروا الشعب عشان يكون أسقف عليهم بعد نياحة أسقفهم، فازداد في النعمة، وفضل يخدم الشعب كله وينميهم في الروح، ويعرفهم قصة حياته قبل ما يدخل المسيحية، وإنه كان بيضطهد كنيسة الله، وإن الروح القدس فتح عينيه ومس قلبه، وإنه مستعد للموت على اسم المسيح.
وبيطلب دايما من ربنا ان هو يسامحه على كل اللي حصل من تعذيب لشعب المسيح. فالشيطان اتغاظ جدا وراح بعت اعوانه، فدخل الرعاية على الكنيسة، فلقى القديس فيلبس بيعلم الشعب بيوعظوا بكلام وتعليم الكتاب المقدس، فراحوا خطفوه وضربوه ضرب جامد جدا وبعدين قتلوه، فنال إكليل الشهادة وإكليل الإيمان. فراحت القديسة كلوديا مراته أخدت أولادها ورجعت لبلدها، وسابوا اسكندرية وسافروا لروما، وكان ليهم قرايب هناك فقعدوا عندهم. فلقت أوجيني فرصة إن هي توعظ الناس وتكلم كل اللي تقابله عن المسيح، وقدرت إن هي تعمد كل عشيرتها وقرايبها وتثبتهم في الإيمان المسيحي. وطبعا الأخبار دي وصلت للإمبراطور، فراح أمر بإحضارهم وقعد يتكلم معاهم ويفهم منهم كل اللي سمع عنهم، وقعد يكلمهم بطريقة لطيفة ويحاول معاهم إن هم يعبدوا الأوثان تاني، وقعد يوعدهم بحاجات كتيرة جدا، إن هو يديلهم كل ممتلكاتهم ويديهم وظايف ورتب عالية جدا تليق بمكانة والدهم. فردت عليه أوجيني وقالت له إن والدي حسب كل اللي انت بتحكي عليه ده نفاية عشان يربح المسيح الإله الوحيد، وقالت له احنا كمان مستعدين ان احنا نموت على اسم المسيح افضل 100 مرة من ان احنا نكسب امور فانية ما بتنفعش صاحبها لا في الظهر ده ولا في الظهر الاتي. فراح امر الامبراطور بتعذيبهم، وبعدين راح امر بقتلهم بحد السيف. فعملوا كده فعلا، لكن القديسة أوجيني ما عملوش فيها كده لان هم كانوا متغاظين منها جدا، فراحوا رموها في نهر التايبر، لان هم عرفوا ان هي كانت السبب في كل ده، وان هي سبب في انها تحول ابوها وامها واخواتها وكل عشيرتها للايمان بالمسيح يسوع. لكن ربنا ارادوا انه يكرمها. كان في بعض المسيحيين لقوا جسدها الطاهر فاخدوه باكرام ودفنوه في مقابر بقرب مدينة لاتينا، وبعد كده بنوا كنيسة باسمها واتنقل ليها جسدها الطاهر، والكنيسة بتعيد ليها يوم 25 ديسمبر. وأول كنيسة في بورسعيد ومشهورة جدا هي كنيسة القديسة أوجيني، صاحبتها القديسة ضحت بجمالها من أجل الرهبنة، واتبنت كنيستها سنة 1890. وقصة الكنيسة دي باختصار إن شركة قناة السويس اتنزلت عن الأرض بالحي الأفرنجي للآباء الفرنسيسكان. الكنيسة بتقع ضمن الآثار الإسلامية المسيحية بقرار رسمي سنة 2015. الكنيسة بتضم لوحات أثرية أصلية وتماثيل نادرة جدا بتعود للقرن ال19، وأقدم أورج موسيقي موجود في كنايس مصر. ومعنى اسم أوجيني أو أوجيني باليونانية يعني الولادة النبيلة، وفي ناس كتيرة بتاخدها كشفيعة ضد السم والهوس. قصتها اتعرفت في القرن الثالث الميلادي. بركة وشفاعة القديسة أوجيني تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع قصتها ابعتها للناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.